انا هعمل معاكم تجربه جديده وان شاء الله الحوار ده ينجح، وكل سنه نفضل مع بعض لو لينا عمر ان شاء الله، واللي فيكم ينجح يبقى فاكرني بكلمه حلوه وبذكرى حلوه. انا هعمل ايه بقى يا سيدي؟ هقول لك على كل مسلسلات رمضان ان شاء الله، وهقول لك على تفاصيل كل مسلسل، بس هعمل معاك واجب ليك انت ما حدش قالك قبل كده، وهعمل واجب مع نفسي في شغلي عشان ان شاء الله رب العالمين الصفحه بتاعتي الفنيه والقناه بتاعتي الفنيه يبقوا رقم 1 في مصر. انا هعمل ايه معاك بقى يا سيدي؟ هنتكلم على كل مسلسلات رمضان ان شاء الله، هقول لك مين البطل، مين المؤلف، مين المخرج، مين الكاستنج دايركتور، وهكتب لك رقم الكاستنج دايركتور، وهقول لك ازاي تتواصل معاه، وكله بادب وكله بذوق ان شاء الله. وان شاء الله ناس كتير فيكم ربنا يرزقهم ويبقوا ايه يفتكروني بدعوه حلوه. هنتكلم النهارده على اول مسلسل معانا اللي هو علي كلاي. علي كلاي بطوله احمد العوضي، تاليف الاستاذ محمود حمدان، اخراج الاستاذ محمد عبد السلام، كاستنج دايركتور الاستاذ عادل رؤوف. خلي بالك بقى من الحته اللي جايه دي عشان الحته اللي جايه دي تخصك انت. ده رقم الاستاذ عادل رؤوف، هكتبه لك على الشاشه. ايوه هو ده. هنعمل ايه كالاتي وبكل ذوق وبكل ادب عشان ما نعملش مشاكل مع بعض. هتسجل رقم الاستاذ عادل رؤوف وتبدا تبعت له على الواتساب رساله واحده بس، مش عايزين رغي كتير وربط كتير. يعني في ناس بتخش تكتب ايه السلام عليكم وتبعتها، انا اسمي فلان الفلاني وتبعتها، انا نفسي اشتغل معاك وتبعتها، انا بحب التمثيل قوي وتبعتها. مفيش الكلام ده خالص. اوعى تتكلم الكلام دوت، لان الكلام ده بيزهق اي حد، ده بيزهقك انت لو حد بيكلمك بالطريقه دي. اسمع مني عشان انا خبره في الحاجات دي. فهنعمل كالاتي، هي رساله واحده بس، ما تقعدش تنقط عليه، هي رساله واحده بس هقول لك ازاي تكتبها بالظبط زي ايه؟ زي السي في بتاعك كده. السلام عليكم، اسمي فلان الفلاني، السن كذا، الطول كذا، موقفك النقابي، هل انت نقابي او هل انت خريج ورشه النقابه او انت اصلا مش نقابي؟ ده موقف لازم تحدده للكاستنج دايركتور جوه الرساله، بس ما تبعتش على طول، كله في رساله واحده. بعد كده اشتغلت قبل كده ولا لا؟ لو اشتغلت تقول له اشتغلت، وتذكر له الاعمال اللي انت اشتغلت فيها مره واحده. يعني مثلا ايه؟ اشتغلت مسلسل كذا، اشتغلت مسلسل كذا، اشتغلت مسلسل كذا. ما اشتغلتش تقول له ايه؟ لا دي اول مره اشتغل فيها. طب لو انت اشتغلت قبل كده لازم تقدم له الشريط بتاعك. طب ما اشتغلتش افضل اجتهد لغايه ما ربنا يكرمك وتشتغل. الموضوع سهل والله. ليا اصحاب كتير قوي بدات من تحت الصفر والحمد لله دلوقتي هم نجوم مصر. يعني ايه كلاس دلوقتي، وربنا ايه يكرمهم ويسهل لهم. انا بقول لك اهو افضل اجتهد، بس لازم في طريقه تشتغل عليها، ما تشتغلش كده ايه جهجهوي. وخليك دايما مركز في المهنه واشتغل على نفسك. يعني انت دلوقتي نفسك تمثل، طب انت بتعرف تسوق عربيات؟ لا ما بعرفش. طب انت اشتغلت دلوقتي؟ ما اشتغلش. طب في الوقت اللي انت مش شغال فيه روح اتعلم سواقه عربيات. طب انت بتعرف تسوق موتوسيكلات؟ لا ما بعرفش. طب روح اتعلم سواقه موتوسيكلات. بتعرف تعوم؟ بتعرف تعمل دايفنج؟ بتعرف تعمل اي مهاره؟ ما بتعرفش، روح اتعلمها. دي مهمه جدا للممثل. انا ساعات كنت ببقى قاعد ويجي لي ادور على الهوا، اجي ابص اقول له لا انا ما بعرفش اسوق موتوسيكل. يقول لي طب ما بعرفش اسوق موتوسيكل ازاي يا محمد؟ لازم تسوق موتوسيكل. طب يا جدعان ازاي؟ مش كنت تقول لي قبلها؟ يقول لي اقول لك قبلها ايه يا عم؟ تقول لي يا عم لسه جاي لي امبارح، اول ما جالي فكرت فيك انت. اقول له يا معلم مش هينفع بقى عشان انا ما بعرفش اسوق موتوسيكلات، فشكرا. في حاجات كتير قوي ندمت عليها، مش عايزك انت كمان تندم عليها. اتعلم من دلوقتي، افضل شغال. المهم نرجع لمرجوعنا تاني. بعد ما تكتب الداتا بتاعتك وتكتب بياناتك كلها للراجل اللي انت بتبعت له اي كاستنج دايركتور، احنا النهارده بنتكلم على الاستاذ عادل رؤوف. طب هل ده يفرق من الاستاذ عادل رؤوف لاي كاستنج دايركتور تاني؟ لا خالص. هي نفس الداتا دي تبعتها في رساله واحده وبكل ذوق وبكل ادب، لان انا هقول لك على حاجه مهمه جدا. في ناس بتبعت فالراجل يعني مشغول ما بيعرفش يرد عليك، فتقوم داخل تقول له ايه؟ يا عم ما تكلمنا، هو احنا مش بشر زيك؟ لا ده ما ينفعش يا باشا. اللي انا بعمله هنا ان انت تحاول تساعد نفسك ووصلك لسكه مهمه جدا نخش فيها بادب، وانا اولكم لازم اتعامل فيها بادب. بمعنى ان انا اخش يا استاذ ازاي حضرتك عامل ايه؟ وانا كنت بطمن على حضرتك مثلا بعد كل اسبوع، بعد 10 ايام، لكن مفيش بقى حته ايه؟ يا عم ما ترد علينا، هو احنا مش بشر زيك؟ وكلام العجرفه اللي انا بعرفه وبيوصلني. لا انا بعمل ده للناس المحترمه اللي بتحاول تسعى، وممكن انت تبعت لواحد والله العظيم ولا يعرفك ولا تعرفه ولا في اي صله، وسبحان الله شوف رسالتك ويقول لك تعالى لان ده رزقك انت. والله العظيم في ناس كتير قوي بتقول لي احنا كلمنا ناس كتير قوي ما حدش رد علينا. واحد يجي يقول لي سبحان الله يا اخي كنت قاعد كده لا بيا ولا عليا، قمت مكلم الاستاذ فلان الفلاني من اول رنه رد عليا وقال لي ايه؟ ولا فاضي بكره؟ تعالى بكره في شغل. يروح يقول له ايه؟ انا كنت لسه بفكر مين اللي يعمل الدور ده، لقيتك بتتصل، فهو رزقك يا ابني. فانا عارف الحاجات دي، فاشتغل بادب وباحترام ان شاء الله تشتغل. طبعا انا عارف ان انتوا كلكم مؤدبين ومحترمين، بس انا بتكلم ان احنا ما نعملش ازعاج للراجل اللي احنا هنكلمه، والموضوع ان شاء الله يبقى سهل، واي حد ليه نصيب في حاجه هيشوفها. فاحنا نبعت الداتا للاستاذ عادل رؤوف او لاي كاستنج دايركتور بادب، نبعت الداتا وبعد كده ننتظر. دي عامله زي سناره الصياد، بترمي السناره والله اعلم،
لو رشقت يبقى ده نصيبك يا معلم وده رزقك، ما رشقتش نفضل ورا منه كده بالراحه كل 10 ايام نخش نطمن عليه، ويمكن رمضان اللي بعده ربنا يكرمك معاه لما يلاقيك ان انت راجل مؤدب وخش تطمن عليه بس وتمام التمام، فربنا يكتب لك الرزق. عموما انا عملت لكم الفيديو ده فيديو ايه في الاول بس توضيحي، هبدا اشوف الدنيا ماشيه ازاي وبعد كده هعمل لكم على كل مسلسل نفس اللي انا عملته في الفيديو ربنا يرزقنا جميعا. لو الفيديو عجبك اشترك في القناه، فعل الجرس، تابعني وقوم يلا عشان تمثل يا عم. سلام عليكم.